من أفضل التمارين اللي بحب أتعلم منها واستفاد عليها دائما. السلام عليكم شباب وبنات، إن شاء الله دايما بخير. معكم الكوتش مصطفى وجايبكم فيديو جديد. فيديو اليوم عن عضلات البطن والمعدة، أفضل تمارين لشد ونحت عضلات البطن والمعدة والقصر بالمنزل بدون أدوات ولا حتى أوزان للشباب والبنات. كمل الفيديو للنهاية لتعرف أفضل التمارين والتمارين اللي بفضلها أنا شخصيا وبلعبها دائما حتى أعطيك السر للتمرين مع عدد المجموعات والتكرارات اللي لازم تلعبها. هلا أعطيني لايك واشترك بالقناة ليوصلك كل جديد، وإذا عندك أي سؤال اكتب لي إياه بالتعليقات حتى نزل لك فيديو جاي شرح عن الموضوع اللي أنت بدك إياه. هلا خلونا نبدأ بالشرح. عندنا اليوم 7 تمارين بنقدر نلعبها بالبيت تستهدف كل عضلات المعدة بدون أدوات ولا حتى. يعني أنا أحتاجكم أعمل فيديو أفضل 4 تمارين أنا بلعبها شخصيا بنتيجة رهيبة، ممكن تحصل نتيجة خلال أسابيع قليلة إذا التزمتوا فيها. خلوني هلا أبدأ معكم بشرح التمرين الأول. التمرين الأول اللي عندنا اليوم ضغط معدة مستطيل. خلوني أشرح لكم طريقة هذا التمرين 100%. أول شيء تسطح على ظهرك، تثني رجليك شوي مثل صغيرة بس، وبتخلي صدرك مشدود وجأنك عند صدرك هيك بهالطريقة. بعدين بتطلع بس بصدرك تصل معدتك بس، لا تطلع على درجة كاملة، لا تطلع هيك خطأ، هيك بيشتغل معك صفر خطرة بصير معك وجع بصفر خطرة. طريقة اللعب الصحيحة تسطح للأخير هيك، تطلع تصل بس الطلعة هيك فقط بتكون حتى تشغل عضلات المعدة بالمية. رجع مثل ما شايفين الطلعة لهون بس، وعم بطلع أنا بعضلات معدتي، ما عم صار حالي مثل هيك. هيك عم بطلع ورقبتي ثابتة ما بتتحرك معي ولا بشي بطلع فيها وزن كثير حتى ما ترجع. رقبتك ثابتة تقدر تحط ايديك عند صدرك كيف ما بدك، تقدر عند راسك تطلع هيك. لما تنزل بالمزة حاول رجع صدرك للآخر وعمل ستريتش للمعدة. هذا هو التمرين تبعنا الأول لليوم. في نهاية الفيديو بعطيكم الأعداد والمجموعات اللي لازم تلعبوها. التمرين الثاني عندنا رفع الأرجل مستوطن. تسطح على ظهرك، خلي إيديك في جنب جسمك تماما هيك. إيديك جنب جسمك وصدرك شيء صدرك على الأرض وراسك شيء إنه مرفوع أو مفتوح لورا أحسن من شعرك. وبترفع إجريك لفوق. طبعا رفع الإجرين بعد تنزل للأخير ما تخلي تحكم بالأرض، ولما تطلع لازم تعمل حنجة صغيرة بصدر ظهرك هيك ترفع من الأرض حتى تشتغل عضلات المعدة السفلية يعني. ولازم تثبت حالك بإيديك حتى ما تميل يمين أو يسار أو يجعك لورا. طبعا انت اذا مبتدئ او حتى اذا كنت معي في كثير تقدر تحط شغلك شيء اسمك من هيك حتى ما يزعج ظهرك وانت عم تلعب. لانه اذا لعبت على الارض مباشرة عم يزعج العمود الفقري وعم يتحرك على الارض. تقدر تحط تحتك شيء اسمه طراحة او اي شيء اسمه. التمرين الثاني عندنا طحن معدة جانبي. اول شيء بتقعد على الارض هيك وتخلي جسمك مايل شوي لورا. تطلع كوعك اليمين مع ركبتك اليسار هيك. بتلعب طريقة عكسية، كوعك اليمين مع ركبتك اليسار وكوعك اليسار مع ركبتك اليمين. هذا التمرين ممتاز كثير لنحت الخواصر المعدة الجانبية. طبعا إذا أنت كثير تقدر تسطح الأرض، تخلي صدرك مرفوع شوي وتطحن المعدة للقدام. بس تطلع هيك تطلع
الاثنين شغالين، بس التمرين الأول وأنت قاعد هيك أقوى طبعا. أنت اختار اللي بيناسبك، إذا كنت مبتدئ أو بتقدر تلعب. رح فرجيك الاثنين كيف بيلعبوا سوا حتى تعرف أنت تختار اللي بدك إياه واللي رايحك تعرف تلعبه صح 100%. التمرين الأول هيك. الطريقة الثانية هذا التمرين هلا خلوني افرجيكم التمرين الرابع. التمرين الرابع عندنا كمان بيستهدف عضلات المعدة العلوية، لكن هذا التمرين مختلف عن الأول بيعتبر أصعب شوي. أول شيء بتفتح عضلاتك، ترفع اجريك هيك بزاوية قائمة تقريبا، بتقدر تسندهم على شيء إذا ما بتقدر ترفعهم ضغط متوازن، وبتقدر تخليهم هيك إذا بتقدر تحكم بحالك، وبتطلع نفس الطلعة تبع التمرين الأول هيك. بتطلع بس بصدرك، يعني ما بتطلع بكل ظهرك هيك هيك. وكل تمرين بعدين لازم تحاول توصل فوق، تثبت فوق ثانية وتنزل على طول. هذا كان التمرين الرابع. هلا خلوني اشرح لكم التمرين الخامس لكم كيف يلعب وشو بيستهدف. التمرين الخامس بيستعين بأي شيء اقدر اقعد عليه يكون عالي شوي، طاولة أو أي شيء، كرسي، أي شيء بقدر يساعدك. تقعد على الطرف هيك، تتمسك ورا، ترجع حالك شوي لورا بجسمك، تطلع هيك، رجليك دائما مرفوعين، الأرض ما بصير بالقوة تنزل. هذا التمرين طبعا بيستهدف عضلات المعدة السفلية وكثير قوي. تطلع هيك، تعصر فوق ثانية وبتنزل. هذا التمرين بشغل لك كل عضلات المعدة كاملة، لكن بركز على السفلي أكثر. بتقدر إذا بدك تزيد صعوبة التمرين تحط أي شيء وزن على رجليك، قنينة مي، أي شيء كبير تقدر تحطه على رجليك. التمرين السادس اللي عندنا ضخم معدة جانبي مستلقي. نفس طريقة الأول، مستلقي على ظهرك هيك، اجريك مفروجين يكونوا شوي هيك، ترفع صدرك شوي حتى تشد المعدة وتوصلها، تحرك ايديك يمين يسار هيك، بتدق كعب اجرك بايدك اليمين وكعب اجرك بايدك اليسار هيك. طبعا لازم تكون رافع صدرك شوي لحتى توصل المعدة تشتغل 100%. هي الطريقة. هلا بنروح على التمرين السابع، التمرين الأخير عندنا. هذا التمرين أكيد فيكم تعرفوه، وأقوى تمرين يعتبر للمعدة لشد المعدة وتقوية العضلات الداخلية. تمرين البلان. رح أشرح لكم الطريقة الصحيحة كيف تلعبوه حتى يشتغل معكم المعدة بدون غش. طبعا هذا التمرين يعتمد على الوقت، قديش تقدر تضل ثابت من تأثر لحتى تقوي جدار المعدة الداخلي عندك. صفقة هيك، تسلق توقع ايدك على الارض هيك مستوى راسك، ورجليك توقف هيك على رفوف صبيان، وظهرك مشدود في حنية صغيرة لفوق بس، وتشد معدتك وتثبت هيك. حاول تثبت أكثر وقت ممكن ونظم نفسك حتى تقدر تطول أكثر وقت ممكن. اثبت هيك ونظم نفسك، شهيق زفير وخليك ثابت. طبعا انت بس تضل ثابت فيه بالبدايه ما حتقدر تضل وقت طويل، يمكن 15 او 20 ثانيه، ومع الوقت بيتطور. وانت ثابت حتحس جسمك كله صار يوجف طبيعي كثير. خليك مقاوم لاخر نفس بتقدر عليه بعدين ارتاح. ترجع بتكرر المجموع، هلا بقول لك تكرارات كيف بتكون. رجعنا لكم من جديد. طبعا هي افضل تمارين معدة ممكن تلعبها بالبيت بدون اوزان ولا اي معدات مثل ما شفتوا. هلا انا اختار لكم افضل تمارين اللي بحب العبها انا واستفاد عليها دائما، وبرشهم اذا التزمتوا فيها خلال اسابيع قليله لحتى نتيجه هديئه.
فيها أغلب مشتركين المبتدئين. بتقوي عضلات المعدة وبتفجرها، وبتساعد على حرق الدهون بنسبة كبيرة كتير. التمرين الأول عندنا طحن المعدة مع رفع الأرجل. نلعب هذا التمرين 4 مجموعات 20 تكرار في المجموعة. رح أحط لكم التمرين هون. التمرين الثاني رفع الأرجل مستقيم، كمان بنلعبه 4 مجموعات 20 تكرار. أما التمرين الثالث عندنا المعدة الجانبي، طحن معدة جانبي تبادل. التمرين اللي قلت لكم عليه ثالث واحد بتتذكروا، رح أحط لكم إياه هون كمان حتى تعرفوا. نلعب هذا التمرين 4 مجموعات 20 تكرار. أما التمرين الأخير اللي عندنا اللي بيقوي عضلات المعدة الداخلية والخارجية، بيعطيها صلابة وقوة وبيزيد حرق الدهون بنسبة كثير كبيرة، تمرين الجنب. هذا التمرين أساسي والصعب كثير، بدك تستمر عليه حتى تقدر تلاقي نتيجة. بنلعب هذا التمرين 4 مجموعات، كل مجموعة للفشل العضلي مثل ما قلت لكم 20 تكرار. كل مجموعة للفشل العضلي 4 مجموعات بنلعبه. طبعا هذا التمرين بالذات لازم تحط قدامك موبايلك وتعير وقت قديش بتقدر تلعبه. ممكن اول فتره تلعبه 10 ثواني، مع الوقت يزيد تصير 30 ثانيه. انا بدي اياك تقيس التطور عندك رح تعرف حالك اذا تطورت فيه ولا لا. لهون بنكون خلصنا تمارين البطن بالبيت. يا ريت اذا عجبك الفيديو واستفدت تعملي لايك واشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد. إذا عندك أي سؤال اكتب لي بالتعليقات أو اكتب لي تعليق حفزني لاستمر بتقديم الأفضل. إذا حابب تبدأ معي رحلة الفورمة تابعني على حسابي الانستا بحط لك إياه هون، واكتب لي التدريب على الخاص. بعطيك أفضل برنامج تدريب وتغذية بسعر مناسب جدا مع متابعة يومية وتعديل حسب التطور بشكل أسبوعي. شكرا كثير على المشاهدة شباب. سلام.